لمشهده السياسي الذي يزداد تعقدا في كل مرة، يعرف اجتماع الدوحة الخماسي حول لبنان ترقبا واسعا في ظل إعلان الموفد الفرنسي جان إيف لو دغيا استعداده لترتيب طاولة الحوار بين الأطراف اللبنانية كخطوة مكملة لمساعي الاجتماع الخماسي. هو اجتماع لتسوية الخلافات بين الدول المجتمعة حول لبنان وتوزيع الحصص السياسية وتوزيع الحصص النفوذ في لبنان. هذا الأمر يدل على أن عمق الخلاف وهو نقطة خلاف سياسي دولي في الشرق الأوسط. اجتماع اللقاء الخماسي يعنى بظاهرة الفراغ الرئاسي والمؤسسات الدستورية وتآكله على نحو لا سابق له، لا سيما ملف النزوح السوري بعد إغلاق الاتحاد الأوروبي طريق العودة، ليشكل بذلك تدخلا أوروبيا بالقرارات المحلية الداخلية اللبنانية. لكن تبقى الإشكالية مطروحة حول ما سيتمخض عنه على مستوى الحلول للأزمة اللبنانية القائمة. يتضح لنا من الاجتماع الخماسي هو تدوير الزوايا الخلاف بينها لإنتاج رئيس جمهورية لبنانية ورئيس حكومة لبنانية، ولكن هل هذا يعيد الكرة إلى دوحة اثنان؟ هذا يتوقف على الانسجام في ما بين الدول الخمس خاصة ومصالحها في لبنان، الأفرقاء اللبنانيين المرتبطين ارتباط مباشرة مع تلك الدول. ما بين اجتماع الدوحة واقتراح الموفد الفرنسي، يرى البعض أن الحل الضائع موجود في قاعات لبنان المظلمة بالتعصب وقصر النظر والمصالح الذاتية، لتبقى لبنان في جو الإجازة القسرية للدولة في وقت يبحث فيه المواطن اللبناني عن وضع اجتماعي أفضل.